السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض طاجن تورلي حلو جدا، بسيط وسهل، ومكوناته موجودة عندنا في البيت. هنلم اي خضار عندنا موجود في التلاجة. اولادنا مش عايزين ياكلوها، هنحط لهم كده مع بعض كده. هيكون طاجن حلو جدا، هيعجبك باذن الله، وطريقته سهلة وبسيطة. هنشوف مع بعض هنعمل ايه. ما تنسيش تصلي على النبي كده في التعليقات، ونشوف مع بعض الطريقة، وهيطلع معانا كده زي ما انت شايفة كده تحفة ما شاء الله، جميل جدا، هيعجبك بإذن الله. اتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد احنا بنعمله. ما تنسيش تعليق حلو كده من ايديك الحلوين، ويلا بينا نشوف الطريقة والمكونات. عندنا كده المكونات بتاعتنا: شوية زيت صغيرين كده حطيناهم في طاسة على النار، ومعانا بصلة مقطعينها كده شرايح، وقطعة توم هنحطهم كده في الزيت وهنقلبهم شوية. وهنزل كده بمكعبات البطاطس، احنا اتفقنا ان احنا عندنا اي خضار موجود في التلاجة هنحطه، وبدينا نتيجة حلوة جدا وطعمه ما شاء الله جميل. هنزل كده بمكعبات البطاطس بالشكل ده، ومعانا الجزر، قطعي التقطيع اللي انت بتحبيها، المتاح عندك حطيه. بعد ما حطينا الجزر كده هنشوحهم مع بعض، وهننزل بالكوسة بالشكل ده. اهم حاجة نشوح الخضار ده كويس علشان يدينا نتيجة كويسة بالشكل ده كده. ومعانا الفلفل الالوان بيدينا طعم حلو جدا اهو. ومعانا البهارات، اي بهارات عندك موجودة حطيها، وملح وورق اللورا. هنقلبهم كده ونحطهم على النار. لو انت حابة في المرحلة اللي بعد دي تحطهم في الفرن تمام. هنحطهم كده نسيبهم يستووا شوية بالشكل ده كده اهو. ممكن تضيفي عندك شبت كزبرة، ممكن تضيفيها برضو. هنجيب بقى كده عصير الطماطم الفريش، وننزل بقى على المكونات بتاعتنا، الخضار الجميل اللذيذ اللي هيدينا نتيجة ما شاء الله جميلة جدا. هنسيبه بقى كده ونغطي عليه ونسيبه يكمل تسوية اهو بالشكل ده كده. في المرحلة دي ممكن تحطها في الفرن او تحطها في طواجن وتدخلها الفرن، بتديك نتيجة جميلة جدا ما شاء الله. وادي طاجن التورلي بتاعنا، ما كلفناش اي حاجة، لمينا كل الخضار اللي عندنا في التلاجة. ما عندناش حاجة هتترمي الحمد لله. بتدينا نتيجة حلوة جدا، والطعم جميل وخفيف في نفس الوقت. شايفة شكله عامل ازاي؟ طعمه جميل جدا ما شاء الله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسليش بتعليق حلو كده من ايديك الحلوين، واشتراك في القناه، وتفعيل الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد احنا بنعمله. وتسيبي لي تعليق حلو كده من ايديك علشان التعليق ده بيشجعني ان انا استمر معاك. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، بحبكم في الله، مع السلامه.